السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. احنا لسه مكملين في سلسلة 30 يوم اكل صحي، عشان عايزين نخس. طبعا كلنا محتاجين نخس قبل رمضان. هنعمل النهارده وجبة غدا خفيفة جدا، سهلة جدا، بسيطة جدا، ومش هتحتاج حتى وقفة كتير. يلا نبدأ بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة عندي انا عندي فرخة، كان عندي فرخة كاملة 2 كيلو وربع. عندي الصدر على جنب، ويا دوب بس خدت الوراك والجوانح زي ما انتم شايفين كده، غسلتها ونضفتها وقطعتها. عملتها حوالي 6 قطع. تمام. طيب إحنا النهارده هنعمل طبعًا فراخ في الفرن وتحتها خضار، فأنا هاقول لكم إيه. استخدمت بطاطس، استخدمت 4 فصوص توم، استخدمت طماطماية، استخدمت جزراية، استخدمت بصل، وكان عندي شوية بسلة في الفريزر. إحنا مش عايزين نكلف نفسنا، المتاح قدامي في التلاجة هاستخدمه خضار. عندك كوسة، فاصوليا خضرا، اللي يريحك. طيب استخدمت بصلاية واحدة ضربتها في الخلاط، وطماطماية واحدة برضه في الخلاط. ماشي، يعني بصلاية وطماطماية. نيجي بقى للبهارات. البهارات عندي هاستخدم بهارات ناشفة وبهارات مطحونة. الناشف عندي ورق لوري، قرنفل، حبهان. تمام. والمطحونة مرق الدجاج، وممكن استخدم بهارات فراخ، وملح وفلفل ورشة قرفة صغيرة. ادام في بسلة بحب ريحة القرفة معاه. طيب هجيب البصل واجيب الطماطم واحطهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. البصلة المطحونة. تمام. اهيت. وهاجي للبهارات. البهارات الناشفة هاشيلها على جنب، أنا هاعمل الحاجة دي في طاجن، فهاحطهم في الطاجن في أرضية الطاجن كده، عشان أي بخار أو أي حاجة يبقى طالع فيه ريحة البهارات على البطاطس والأكل والحاجة. طيب وبعدين بقى البهارات، أنا ما استخدمتش بهارات كتيرة يعني، في الخفافي كده. احنا قلنا مرق الدجاج، أو ممكن استخدم بهارات فراخ وملح وفلفل ورشة صغيرة قرفة. الحاجة ده فيها بسلة، بحب ريحة القرفة، بتديها نكهة وريحة جميلة جدا. يعني قرفة مع البسلة كبهار مع خضار حلو. طيب قلبتهم بقى تقليبة حلوة كده، وهبدأ أتبل الحاجة بتاعتي. اه. أول حاجة عندي أنا هجيب إيه، الطاجن بتاعي. أدي الطاجن بتاعي فيه 3 ورقات لوري، فصين حبهان، 4 قرنفل، يعني مش كتير، اللي هو بس يدوا ريحة كده وطعم. هرص فيه شرايح الطماطم، هي طماطماية واحدة أقسمها 2 يعني. تمام. وادي البطاطس اهو، ليكي الحق تستخدمي. احنا قلنا ممكن استخدم كوسة، ممكن استخدم فاصوليا خضراء. تمام. ممكن استخدم كرنبيط، ممكن استخدم بروكلي، اي نوع خضار انت بتحبيه اقدر احطه تحت الفراخ وهي بتستوي، بيبقى طعمه حلو لانه بيبقى شارب من الفراخ. فاي نوع خضار. انا عشان ما اكلفش نفسي استخدمت المتاح عندي في التلاجة. كان متخزن بسله في الفريزر، خدت شويه. وعندي بطاطس على طول بتبقى متاحه وموجوده في البيت زي اي بيت. فصين توم. بحب البصل اللي بيبقى مستوي، بصلايه بحالها. بحب البصل اللي بيبقى مستوي تحت الفراخ او مشوي في الفرن مع مع الفراخ او اللحمه، فلازم احط بصله، بحب طعمها. تمام. قطعتها 4 وحطيتها في أركان في الأركان بتاعة الطاجن يعني. تمام. ايه تاني؟ ادي الفصوص توم برضو بتبقى مستوية، بيبقى طعمها حلو بصراحة، بتبقى مستوية جدا وبتدي طعم، ما بيبقاش قوي قوي بس حلو خفيف. وبحيث ان اللي مش محتاجها في الاكل ممكن يشيلها، لان انا برضو ولادي اطفال وهياكلوا من الاكل ده اجباري، كلنا هناكل اكل صحي يا جماعة. قطعت الجزر شرايح بقى، مكعبات، اي حاجة يعني، انا حتى مقطعاهم على طول كده مستعجلة. وهنحط شوية بسلة. ممكن تحطي عندك فلفل الوان برضو، ممكن بيبقى طعمه حلو ما بيشوي في الفرن. اللي يريحك الخضار المتاح عندك، احنا مش عايزين نكلف الدنيا قوي، احنا عايزين نلم الموضوع يعني. تمام. طيب جبت بقى بولة كبيرة اهيت، وهحط فيها الفراخ وهنزل عليها بالخلطة، واديها تقليبة كده حلوة في الخلطة عشان تاخد من ريحة الخلطة. تمام. طيب يا رندا، انا ممكن اجهز الخلطة دي من بدري شوية، وانقع الفراخ فيها قبلها ساعة 2 نص يعني، كل ما بتقعد في تتبيلة بتبقى احلى. بس انا لو عملتها على طول برضو ريحتها هتقلب الدنيا، هيبقى طعمها حلو ما تقلقيش. اهم حاجة بس التتبيلة كده، احطها على كل حتة الفراخ، وافتح ما بين الجلد واللحم كده احطها. وهستخدم على قد ما اقدر تتبيلة ناعمة يعني، عشان ما يبقاش فيها قطع بصل باينة، قطع اي حاجة. لا هتشوفي شكلها حالا في الاخر مستوية. انا هوريك الطاجن شكله عامل ايه اهوت. طبعا يا جماعة، الناس اللي بتسأل طيب انتي اتغديتي اول يوم في الدايت ايه؟ انا اتغديت اول يوم في الدايت كان سمك مشوي بصراحة. كلت سمك مشوي وكلت جنبه سلطة، حتى ما كلتش رز لاني كنت كلت توست في الفطار اهوت. طبعا بقى هقوم نازلة بالخلطة كده، مقلبة الخضار على طول، مش هاخد وقت. تمام. انا حطيت معلقة صغيرة مليانة على اخرها ملح على كمية الفراخ والبطاطس دي، وبتاع
3 بطاطسات او 4 صغيرين وجزرايه واحده وكام فص ثوم وبصلايه وطماطمايه وشويه بسله صغيرين خالص، يعني سلطانيه صغيره كده. تمام. هبدا بقى ارص الفراخ بتاعتي بشكل شيك كده اهو، عسل قوي، ونزلت بقيه التتبيله. انتوا ما تتخيلوش هي هتطلع كميه عصاره ازاي، وهتبقى جوسي جدا. الخضار ما يبقاش ناشف. انا بحب الحاجه تبقى جوسي شويه، ما احبهاش تبقى ناشفه. فده مش هيبقى ناشف خالص، بالعكس ده هيبقى مليان صوص. هغطيه بس بورقه زبده عشان الفراخ ما تحمرش بسرعه، لان حاطه طماطم على الوش، وبعدين ورقه فويل. واقفل الطاجن واحطه في الفرن. الناس بقى اللي هتسالني إيه طيب يا رندا احنا بنجوع او اي حاجه، هقولك على سناك بسيط خالص تقدري تعمليه. تمام. اول حاجه انا في الفطار النهارده انا قعدت بذور الشيا زي ما انتم شايفين كده في لبن، النهارده في حليب. تمام. وفطرت نفس الفطار بتاع امبارح، لان انا كان عندي اصلا بقيه البتنجان والحاجه، فطرت سلطه بتنجان بس بدون توست. تمام. طيب وعندي هنا ده كيلو من البطاطا، حطيته في كيس حراري وهعمل فيه فتحه كده بالسكينه وهدخله ده. مولعت الفرن بقى على الفراخ، الطاجن مش كبير قوي يعني، فاحط معاه البطاطا دي برضو، احطها في صينيه وانزلها في الرف اللي تحت عشان تستوي كويس، بحيث انها تبقى سناك جنبي صحي وخفيف. لو جعت ما بين الوجبات نفسي اخد حاجه جنب فنجان قهوه، انا مش من النوع اللي بعرف اشرب القهوه كده، خاصه ان انا بشربها بدون سكر، فلازم اي حاجه جنبها، فاخد بطاطايه. دي الفراخ عندي بعد ما استوت قعدت حوالي ساعه في الفرن. انا ما حمرتش الوش، يعني التحمير ده على وهي بورق الزبده، انا هكشفها بس وادخلها الفرن تاني، ممكن تحت الشوايه شويه عادي. طيب دي البطاطا بتاعتي كانت طلعت اهيت واستوت، ما عادتش. البطاطا قعدت حوالي ساعه الا ربع، والفراخ قعدت حوالي ساعه. تمام. وطالعه زبده، والبطاطا طالعه زبده اهيت زي ما انتم شايفين. انا بس هفتح عليها الشوايه شويه تاخد لون، انا ما بحبش الحاجه فاتحه كده وبيضه، بحبها مشويه اهوت. نطلع بقى الصينية، انا كنت سبتها تحت شوية. شوفوا ما شاء الله لونها جميل ازاي، شكلها شاي، ريحتها قلبة الدنيا، خفيفة خالص لا تسبيكها ولا صلصة ولا اي حاجة خالص، عشان انا برضو ما بعرفش اكل الخضار بصلصة من غير ايه، رز. طيب بما اني صينية الفراخ هي سهلة كده وبسيطة ما فيهاش اي حاجة، هتاكلي ايه النهاردة؟ هاكل فراخ وهاكل خضار وهاكل رز. طب ليه هتاكلي رز يا رندا؟ انا النهارده في الفطار ما فطرتش غير واحده بس توست، ما فطرتش واحده توست سن. المره اللي فاتت كنت عامله الفطار سلطه بتنجان وواحده توست وشرايح جزر، فانا عشان كده انا ما خدتش. فهجيب القالب اللي انتم شايفينه قدامكم دوت، ده بياخد حوالي 3 معالق رز كبار، هملاه واحطه جنب الاكل، لان انا ما اكلتش توست سن الصبح، فهاكل رز في الغدا. وانا بحاول اماينها يعني كلت توستيتين او حاجه او لا. تمام. هقلب بقى الرز عندي اهوت. تمام. بعد ما قلبت القالب بتاعي بتاع الرز اهوت، هبدا بقى احط على جنبه قطعه فراخ وشويه خضار. انا قلت ان انت ليكي الحق تقدري تستخدمي الخضار، حاولي تعتمدي على الخضار اعتماد كلي، يعني الخضار واللحوم والنشويات دي هنفصلها على قد ما نقدر نقللها خالص. انا بحس ان انا مثلا جعانه يا ماينها، يعني مثلا امبارح انا اتغديت سمك مشوي، ما اكلش جنبه رز، اكلت سلطه، لاني كلت واحده توست سن، وعلى بالليل كده حسيت ان انا جعانه، فخدت بالظبط التوستايه قسمتها 2 وكلتها. انما انا النهارده هاخد شويه رز، لان انا ما اكلتش توست سن الصبح خالص. تمام. برضو يا جماعه تاني حاجه في الدايت مهمه، ان انا لما اجي استخدم الفراخ ما استخدمش الفراخ بالجلد، انا حطاها بس كده عشان تاخد لون. انما انا ساعه ما باجي اكل بشيل الجلد ده تماما، ما باكلش جلد الفراخ خالص، لان ده برضو في الحاجات اللي ما بتساعدش خالص في نزول الوزن. الشيا سيدز مهمه جدا، انقعها في اي عصير في اي حاجه. انا المره اللي فاتت نقعتها في عصير برتقال، المره دي نقعتها في عصير، نقعتها في اللبن. لازم الشيا سيدز مهمه جدا عشان بتديكي احساس بالشبع. اهو بقى عندي طلعت بقى الخضار والحاجه. طبعا الوصفه سهله بسيطه مش محتاجه اي حاجه جدا، المتاحه عندك. زي ما احنا قلنا عايزين نعمل دايت، الدايت مش حرمان، احنا عايزين ناكل ونشبع يا جماعه، بس هنقلل في النشويات شويه عشان صحتنا. health is wealth زي ما قلت. اتمنى طبعا ان انتوا تكملوا معايا السلسله، هستنى منكم كومنتات تشجعني، لان احنا محتاجين نشجع بعض يا جماعه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. طبعا اسيبكم بقى تستمتعوا بمنظر الاكل كده مع الفراخ، وجبه خفيفه وسهله. لو انت تعبانه او حاسه ان انت مش قادره مصدعه، كلنا ما بنعمل دايت بنبقى تعبانين ومش قادرين نقف في المطبخ فتره طويله، فبالنسبه لك الوجبه دي سهله جدا وما بتقفيش في المطبخ. استنوني بقى باذن الله بكره انزل لكم انا فطرت ايه واتغديت ايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.